سيدتي والسادتي، إليكم الأخبار المفصلة لأيام رمضان. عقد رئيس الجمهورية الديمقراطية الإسلامية السيد رمضان المعظم اجتماعا هاما مع نوابه منهم السيد لفطور نائب الداخلية المكلف بالزرود، والسيد العشاء مساعده الأيمن، والسيد صخور مدير مواصلات تليفونية ولا تليفونية بمساعدة السيد البغرير وزير الدفاع والشؤون الخارجية. لقد استقبل مساء اليوم السيد رمضان في طريقه السيدة المطيش المشرفة على تنظيم الحريرة بمساعدة السيد القزبر والسيد العدس النائب العام للهيئة الدبلوماسية، والسيد الحمص مدير العام للتغلاق، والسيد فول الضابط العام لأركان الحرب وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. لقد توصلنا اللحظة بخبر هام من شمال الكوزينة. لقد هاجمت السيدة المغرفة متزعمة الحركة الشعبية هجوما عنيفا على البرميطة، أثر على الخسائر الفادحة تمثلت في تخريب الحمص والشعرية. ولقد أرسلت السيدة المعيدة رئيسة الأمم المتحدة للتدخل في إصلاح الوضع. كما شنت منظمة زليب العواشق إضرابا عاما لمدة 10 أيام يطلبون فيها السكينة والهدوء بالكوزينة. سيدتي وسادتي، إليكم النشرة الجوية لأيام رمضان. تتراوح درجة الحرارة ما بين 4000 درجة و5000 درجة، الجوع 200 درجة، العطش 300 درجة، الدوخان 100%، المضاربة 8800 درجة. أما التغيرات المنتظرة لمساء اليوم والغد سيبقى الجوع كما هو عليه، ارتفاع في درجة الحرارة، دوخان في الرأس، هيجان في البطن، انهيار في الأعصاب. أما الضحك فسيقل إذ لم نقل سينعدم بصفة نهائية ما بين 4 زوالا إلى أذان المغرب سيحل المحل عبس وتولى. شكرا وإلى الغد إن شاء الله.